السلام عليكم، انا اسمي محمد. وايفنت ابل لسه خلصان من شويه اللي هو WWDC، والمؤتمر المره دي مليان AI وحاجات Artificial Intelligence، والثيم بتاعه كله عباره عن AI. انا هقول لكم اهم تطورات في كل OS فيهم، مش كله عشان لو قلت كله هنقعد لحد الصبح. واول حاجه بدأوا بيها وهي الفيجن OS 2، النسخه الثانيه من الفيجن OS. دلوقتي بقيت تقدر ان انت تاخد اي صوره من الجاليري 2D عادي تحولها لسبيشال فوتو عن طريق الذكاء الاصطناعي. هو بيقدر يفهم الصورة ويحولها لك لسبيشال فوتو عشان تقدر تشوفها بالابل فيجن برو. وبقى في برضو الاميرسيف فيديو، واللي هو كأنك عايش جوه الفيديو، انت حرفيا كأنك في المكان اللي متصور فيه الفيديو ده، وشايف الحاجات بتعدي من جنبك بقى ومن فوقك، ودي ميزة تحفة طبعا. والابل فيجن برو بقت تدعم الماوس، ان انت تقدر تستخدمها بالماوس. وطبعا في تطورات كتيرة في الفيجن OS، بس هندخل في اللي بعده عشان الوقت. تاني حاجه اتكلموا عنها وهي iOS، وهو اهم حاجه في المؤتمر، بس معظم التطورات اللي فيه موجوده في الاندرويد بقالها كتير قوي، وابل لسه فاكره انها تحطها دلوقتي. زي مثلا ان انت تقدر تحط الابلكيشن في المكان اللي انت عايزه، مش ان هو بيتحط لوحده في المكان الفاضي. دي موجوده في الاندرويد بقالها كتير جدا، لسه ابل منزلها دلوقتي. وبقيت تقدر تعمل لوك للابلكيشن او تخفيها، ان هي تبقى متنزله بس مش موجود ومحدش يقدر يدخل عليها غيرك. وطبعا طوروا في الميل وخلوا يبقى فيه كاتيجوريز، واللي هي اصلا موجوده في جيميل بقالها كتير جدا برضو، بس ابل عملتها. وبقيت لما تعمل دارك مود الابلكيشن برضو بيبقى لونها بيختلف، شبه كده في الابل واتش الترا لونها بيغمق كده، وتقدر كمان تحدد لون الابلكيشنز على مزاجك. والميزه دي برضو موجوده في الايباد. وطوروا برضو في المسجز، بقى في حاجه اسمها تاب باكس، واللي هي الرياكشن اللي موجود في الواتساب. وبقيت تقدر تعمل تكست افكتس كده شكلها حلو كده، بتعبر على الكلام اللي انت كاتبه. وفي ميزه جديده اسمها سند ليتر، دي ان انت تقدر تكتب مسج، بس ان انت تعمل لها سكادجول ان هي تتبعت في وقت معين بعد كده، مش دلوقتي، عشان انت مثلا لو هتبقى مشغول في الوقت دوت تقدر تبعتها من دلوقتي وتتبعت في الوقت اللي انت عايزه. وبرده طوروا في الكنترول سنتر، خلوه شكله احلى وبقى فيه تحكم اكتر وبقى احسن. تالت جزء في المؤتمر كان بيتكلم عن الاوديو اند هوم، واهم ميزتين بس هم اللي كانوا فيه، وهي السيري انتراكشن، ان انت تنتراكت مع سيري وانت لابس الايربودز برو. يعني مثلا لو جالك مكالمه وانت لابس السماعه الايربودز برو، سيري هتقول لك مين بيتصل بيك، فانت يا تعمل حاجتين، يا تعمل كده يا تعمل كده، وهي في الحالتين هتسمع كلامك. يعني انت لو عملت كده هترد على المكالمه، ولو عملت كده مش هترد على المكالمه. دي حاجه حلوه. وبقى في فويس ايزوليشن اكتر في الايربودز برو. طبعا بقى في تطورات في الواتش OS، واهم تطور فيهم هو الفيتال اب، وده ابلكيشن جديد بيعمل ريفيو كده سريع، بيحط لك فيه الهارت ريت بتاعك والريسبيراتوري ريت بتاعك والسليبنج داتا بتاعتك، عشان كل المعلومات تبقى موجوده قدامك، وتقدر تشوف لو انت قلت عن الطبيعي او زدت عن الطبيعي، وتقدر تشوف لو في حاجه مش مظبوطه يعني. وطبعا في تطورات كتيره في الواتش OS، بس خلينا ندخل في اللي بعده. خامس حاجه اتكلموا عنها وهي الايباد OS. الايباد OS فيه تشابهات برضو مع iOS، زي مثلا التاب باكس والتكست افكت والدارك مود، بس اهم حاجه اتضافت في الايباد اخيرا الكالكوليتر. انا اصلا مش عارف ازاي الايباد ما كانش فيه كالكوليتر، بس الحمد لله جاله كالكوليتر. بس في ميزه كمان حلوه جدا وهي الماث نوت. دي ميزه برضو في الكالكوليتر، هي بتبقى كانك في ورقه بتكتب ايكويشنز، وهي اول ما تكتب الايكوال ساين بتتحل لوحدها، كل ما تغير الايكويشن برضو الرقم بيتغير. سادس حاجه وهي الماك OS، واللي هو اسمه سيكويا ماك OS سيكويا، اسمه غريب شويه. وبرضو في نفس الفيتشر بتاعت الماث نوت دي، بس اهم ميزتين جداد للماك OS وهما الايفون ميرورينج. الفيتشر دي بكل بساطه ان هي انت الايفون بتاعك جوه الماك بتتحكم فيه، وكل حاجه بتدخل على الابلكيشن، بتكتب اي حاجه، بتسجل اي حاجه، وكل ده والايفون مش مفتوح وعلى اللوك سكرين عادي ومقفول وكله تمام. وكمان الرسائل اللي بتيجي على الايفون بتيجي برضو على ماك OS، وتقدر تتحكم فيه من الماك عادي من غير ما تفتح الايفون. اخر حاجه في المؤتمر ودي اللي كانوا مهتمين بيها قوي وكانوا بيتكلموا عنها كتير، وهي الابل انتليجنس. والابل انتليجنس دوت بيعمل حاجات كتيره جدا، وزود حاجات كتيره جدا في كل الاجهزه بتاعتهم، في iOS والايباد والماك OS. بالابل انتليجنس تقدر تخترع وتعمل حاجات كتير جدا، زي الجينموجي. انت تقدر تكتب له انت عايز اي ايموجي حتى لو مش موجود،
تكتب له الوصف بتاع الايموجي وهيجيبه لك، وهيجيب لك كذا شكل من الايموجي دوت، وانت تقدر تختار. وبرضه بتقدر تقول له ان انت عايز صوره بمواصفات معينه، وهيجيب لك الصوره اللي في خيالك اللي انت بتحلم بيها. وتقدر تختار ال3 اشكال من الصوره دي، يا اما انيميشن، يا اما illustration، يا اما سكتش. وبقى في حاجه اسمها ايمج ووند، وان هي تقدر ان هي تشيل بني ادمين من صور. يعني انت لو في صوره لوحدك وفي ناس وراك، انت تقدر تشيلها بالايمج ووند دي. واكتر حاجه اتطورت بالابل انتليجنس وهي سيري. انت بقيت تقدر تكلمها باللغه العاميه العادي، وهي تقدر تفهمك بكل سهوله، وبقيت تقدر تتابع كل اللي انت بتعمله على الموبايل. يعني تقدر تقول لها سمعيني الاغنيه اللي فلان بعتها لي من اسبوع مثلا، وهي هتشغلها لك عادي. وابل زودت سيري بالشات جي بي تي. يعني انت ممكن تقول حاجه سيري، وسيري توجهك على تشات جي بي تي على طول. وتشات جي بي تي ده تقريبا اقوى نظام اي. فتشات جي بي تي وسيري هيبقى كومباينيشن تحفه جدا. ودلوقتي بقيت تقدر تكتب لسيري مش من غير كلام، تقدر تكتب لها. يعني مثلا ممكن تقول لها تعمل الالارم الساعه 7 وهتعمله على طول من غير حتى ما تقول، ممكن تكتب بس. والابل انتليجنس هيقدر يحدد النوتيفيكيشنز الاهم بالنسبه لك ويحطها في الاول، والباقي النوتيفيكيشن تبقى بعديها. وطبعا ابل ما تبقاش ابل من غير ما تتكلم عن البرايفسي، ومتاكد بقى ان هي الابل انتليجنس بيتابع حركاتك جوه الموبايل، بس ما بياخدش اي حاجه. هو بياخد المعلومات دي عشان يعمل لك احسن تجربه اوبريتنج سيستم موجوده. وبس كده. متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي.